السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من شيوات يوسف. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنقدم لكم هاد لابغيوش اللي كتجي زوينه بزاف. انا فايتي قدمتها على شكل بريوش فرديين، ودابا ارتئيت انني نقدمها على هذا الشكل الكبير كما كتشوفوا هنايا. تابعوا معي ان شاء الله المراحل وطريقه التحضير في هذا الفيديو هذا. يعني بسم الله على بركه الله نبداو تحضير هاد البغيوش هذه، واللي غادي نحتاجوا ليها هاد المقادير اللي هما كتشوفوا قدامكم. انا غادي نبدا نخدم وغادي في نفس الوقت غادي نعطيكم المقادير. عندي هنا ملعقه كبيره من الخميره اللي درتها شويه ديال الماء الدافئ مع شويه السكر خليتها هنا تفاعل. جوج معالق ديال السنيده السكر حبيبات، نصف كأس صغير من الزيت النباتيه ما يعادل كأس ديال العنبه، نصف كأس العنبه عفوا. وعندي هنا كأس من الماء الدافئ يعني، وعندي هنا واحد ياغورت طبيعي، بيضه واحده، وملعقه صغيره من الخميره الكيماويه. وعندي هنا لا كريم باتيسير هي بجوج هادي. وبطبيعه الحال عندي هنا الطحين اللي غادي نجمع به هاد المكونات هذه. اذا بسم الله، هنا وضعت ملعقه صغيره من الملح، غادي نضيف لها هذاك نصف كأس صغير من الزيت النباتيه، نضيف البيضه، أضيف ملعقتان كبيرتان من السكر حبيبات، الملعقة الأولى والملعقة الثانية، أن الكريم باتيسير فيها السكر. غنضيفو الخميرة، وغنضيفو العلبة من الياغورت الطبيعي، وسأضيف كذلك الفاني. انا نسيت ما ذكرتوش لكم. سأضيف الفانيلا الكيس ديال 7 غرام. يمكن لكم تستعملوا اي نكهه كتفضلوا، سواء الليمون الحامض او البرتقال، لكم الاختيار. وسأضيف كأس من الماء، وسأضيف الدقيق شيئا فشيئا. انا كنحاول نتكلم شويه باللغه الفصحى لان الاخوات بزاف طلبوا مني ان تيقولوا لي دائما تنفهموش اللهجه ديالك وتيجينا صعيب باش نفهموها، وانا كنحاول نبسط قدر الامكان. اذا بالنسبه للدقيق حتى يتجمع لينا الخليط، يمكن لكم تعوضوا الزيت النباتيه بالزبده كذلك. اذا دابا انا غادي نستعمل اليد ديالي باش نجمع العجين، ثم اضيف الملعقه الصغيره من الخميره الكيماويه. العجينه يجب ان تكون لينه تلتصق بالاصابع.
بعد ما جمعنا العجين نحصل على هذا العجين الذي يلتصق بالايدي. نغطيه ونتركه ليختمر حتى يتضاعف حجمه. إذا عدنا إلى العجين بعدما ارتاحت عجينة البريوش. ندهن اليد بالقليل من الزيت ونقسم العجين على قسمين، قسمين متساويين. نأخذ القالب الذي سيدخل إلى الفرن ندهنه بالقليل من الزيت، ونأخذ نصف كمية من عجينة البريوش بهذا الشكل. نقوم بتبسيطها على المول أو على القالب على هذا الشكل. نأخذ الكريم باتيسير ونبسطها على الوجه على هذا الشكل. كريم باتيسير هي كريمة الحلواني أو ما يسمى بالكاسترد على ما أعتقد. أنا استعملت هنا كريمة الجاهزة، أضفت لها القليل من الحليب والسكر. يمكن لكم استخدام الكريمة المجهزة في البنس. إذن سنأخذ القطعة الثانية ونبسطها فوق هذه الكريمة. هذه القطعة الثانية سأبسطها ثم أضعها على الكريمة على هذا الشكل. نحاول أن أضغط على الجوانب كي لا تخرج الكريمة. سنتركها لترتاح قليلا ثم ندهنها بخليط البيض ونقوم بتزيينها. ونلتقي بعد قليل. البريوش بعد ما خمرات سأخذ القليل من البيض والحليب وسأقوم بدهنها على هذا الشكل. ادهنوها جيدا حتى تعطي لونا ذهبيا جميلا.
سأقوم بتقطيعها على هذا الشكل هذا. سأقوم بتزيينها على هذا الشكل. أخذت القليل من الخشخاش. بالنسبة للتزيين لكم الاختيار. ثم السمسم. ثم سأدخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج. اذا البريوش ديالنا بعد ما وجد كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيجي زوين رطب وتيجي زوين بزاف وهشيش. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينجح معكم حتى نتوما، وتردوا عليا الخبر كيفاش جاكم، واش عجبكم. ان شاء الله هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبته هاد الفيديو هذه ما ينساش يدير جيم ويبارطاجيها مع الاصدقاء ديالو. ما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه والضغط على الجرس، واكد على الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد بوصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.